العو جه العو حاضر. انا لسه واخد الاجازه والحمد لله تاني يوم اجازه ابداه باكتئاب حاد وحزن شديد. انا عايز انفجر. الفيديو النهارده ده وانا في قمه الحزن بجد. انا مش عارف ليه بصيح. خلاص كفايه سياحه كفايه سياحه كفايه سياحه. انزل دلوقتي تصلي. والانستجرام بتاعي برو هتلاقيه تحت في الديسكربشن. انا بحاول ابقى بوزيتيف على قد ما اقدر بجد. فالانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن. لو عايز تيجي تعالى، مش عايز تيجي طز فيك مش لازم تيجي اصلا. فيلا بينا نشوف عندنا النهارده. قبل ما اقول لكم اعملوا ان سبسكرايب بسرعه بسرعه نشوف عندنا النهارده. ليتس جو. اوكي بيبي بوي. بقالنا مده كبيره قوي ما عملناش فيديو ميمز، والحمد لله الحمد لله فيديو الميمز جاي في وقته، لان انا فعلا خلاص مش فيلا بينا نشوف الميمز. ليتس جو. يا ريت يا مدام لما جوزك يكون جعان او جوعان مش عايزاكي تقولي له طيب هروح اجيب لك تاكل. لا غلط، مفيش حاجه اسمها كده. الاكل هيجي ازاي طيب؟ مش فاهم يعني هيجي لي بالوايرلس ولا بالاي اي؟ انا مخنوق برو، انا مخنوق. مفيش حاجه اسمها اجيب لك تاكل وخلاص. لا مش بطه هو بناكلها. لا كده انتي مش مهتمه بتفاصيله. ايوه مش فاهمه هو محتاج ايه او بطنه عايزه ايه. لما جوزك حبيبك تاج راسك فرعونك يكون جعان هتعملي ايه؟ يا ليت فرعونك. لما جوزك حبيبك تاج راسك فرعونك يكون جعان هتعملي ايه؟ ايوه انا فرعوني تيمور الثالث. لما جوزك حبيبك تاج راسك فرعونك يكون جعان هتعملي ايه؟ هنعمل الاتي: هتقيسي وحدة قياس نسبة الجوع عند فرعونك. خد الجذر التربيعي للمعدة، كوزين طول قطر البلعوم في 2 باي نق حجم هتقيسيها ازاي؟ كالآتي: هتسأليه حبيبي يا ترى ايه نسبة الجوع عندك يا حبيبي؟ يا معدة نسبة الجوع وصلت كام في المية؟ الساعة 3 الفجر وكل البيت نايم، أنا في أوضتي. ايه يا دنيا موريكيش غيري ولا ايه؟ انا مش عارف انا فاتح فيديو ميمز المفروض عشان ابطل حزن. ايه اللي بيحصل؟ انا بكتئب اكتر. بهدلت انت جامد اليومين دول، جبت اخرك خلاص انا عارف. يا ربنا خلاص يا جدعان، ما تغوص يا جدعان. اوعى انت دبانه، بقول لك انت دبانه ما تتجنوش. انا مش عايز دبان هنا. ده هو قال كل حاجه ضدي ليه؟ مش عارف. لما تروح تتقدم لها وابوك يقول لك لما انت ما حلتكش حاجه جاي تتقدم لها ليه؟ هي قاعده جنبك هي سالها. ما تسالها يا عم. لما اقدم في شغل واسيب لهم لينك الفيسبوك بتاعي في السي في يقبلوه، دمه خفيف. انا ممكن احط لينك اليوتيوب بتاعي في السي في. تقريبا هيشفقوا عليا من كتر الحزن. يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ انا بعد ما زرعت شجره وحلبت بقره وقلت كلمه طيبه لاحدهم وامتطت الاذى عن الطريق، وبعدين اكتشف ان الماده محتاجه مذاكره فعلا مش عمل خير. امتحانات يا برو صناعه يا جدعان بجد. انا اتخيطت جامد في الامتحانات دي. انا كل يوم كنت بخلي 40 غريب غير اللي قبليهم يدعوا لي، برضه كانش نافعه. مش نافعه، اروح فين؟ اجيب 40 غريب تاني منين؟ مش عارف. المطاعم كلها غليت واقل اكل ب 100 جنيه. نص الكفته عند عم يحيى الطازه من 2015. لا يا جدعان لا. الراجل بتاع الكبده اللي انا بحب اكل من عنده سندوتش الكبده كان في اولى ثانوي تقريبا كان ب5 جنيه، تمام؟ دلوقتي بقى ب7 جنيه. فما تظلمهمش يا جماعه بجد، ما تظلمهمش. وحاجه مضمونه جدا، انت شايفني اهو عايش قدامك وزي القرد. يا ريتها مش مضمونه عشان اخلص. يا ريتها والله. البومب بايه؟ 150 جنيه. البومب بايه؟ 150 جنيه. البومب بايه؟ 150 جنيه. تخيل تبقى جايب جاكيت دافع فيه دم قلبك، اول ما تفتح تكتب البومب بايه 150. والمشكله بيبقى هو حاسس ان عايز اعيط. يعني عيط عشان الميم وعيط عشان حياتي. مش فاهم عيط عشان حياتي. انا زهقتك صح؟ انا حاسس زهقتك.
انا لابس جلابيه النهارده، شفت ايه؟ لابس جلابيه عشان ابقى حزين بجلابيه. اوعى تضحك، اوعى تضحك، انت هتضحك على النكته البايخه دي، مش بس بايخه، انت هتضحك على النكته البايخه وكمان بتضحك على احزاني. بعد اذنك راعي مشاعري، تمام؟ والبومب بايه؟ لو قال لك تصبح على خير وفضل اونلاين يبقى راح للتانية وش. طب لو قال لي تصبح على خير ونام يبقى انت التانية. سربرايز. في دبانة دلوقتي اهي شفت اهي. ما مسكتهاش. لو مسكتها بجد هرجها وهخبطها في الحيطه زي كل الدبان اللي بمسكه معايا. انا عارف ان حركه مقرفه جدا بس انا بستمتع بكده، بستمتع امسك الدبانه وارجها واخبطها في الحيطه. تنزل بقى بتعمل كده، تنزل كده. هي اساليب ساديه جدا بس ممتعه بصراحه. انصحكم تجربوا. احمد انا ركبت اتوبيس في سوكت شاحن، بقالي سنين ما ركبتش اتوبيس. مصر اتطورت جدا، اميزنج. تقريبا سوكت الشاحن ده بيشحن الاتوبيس مش بيشحن موبايلك انت عموما. بس يعني دي اثار انك لما بتنزل طبقه بقى. وتكلمي من هنا، تعرفي تتكلمي مناخيرك، اخنفي وانتي بتتكلمي. كل ما تخنفي اكتر وتوطي طبقه الصوت اكتر وتدلعي اكتر جزء اماني بقى الساعه نمشي. برو مواصفات الزوجه المستقبليه. ورقه وقلم اكتب معايا ست الكل. انا مش عايز ولا صوت صيفي ولا صوت شتوي. انا عايز اكزوست وفتحه سقف وتكون هاي لاين فول اوبشن 320 اي 2022. لما تسوي هي الحركه بنص الحديث يقبرني مع اللي شو مهضوم فتوك شو مهضوم. مدلل البيع. بدأت افك وبطل حزن. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف؟ قولي لجوزك يا استاذ محمد. يا استاذ محمد تحب تشرب؟ مفيش حاجه اسمها محمد. هتنادي عليه ازاي؟ كالاتي: يا نطلع بياء النداء، استاذ للتفخيم، محمد للتنعيم الشتوي. برو انا فهمت انا عرفت دلوقتي فايده النحو اللي كنا بناخده في العربي زمان يا برو. انا عرفت ليه كنا بندرس ياء النداء، مش عارف ليه كنا ندرس ياء النداء، مش فاهم يعني، بس طلع عليها فايده اهو. ياء للتفخيم، استاذ مش عارف التشطيف. اخيرا يا رب انا استفدت بالعلم اللي اتعلمته اخيرا. يا استاذ محمد يا استاذ محمد تاني. يا استاذ محمد يا استاذ محمد. طالع من عياده الاسنان طالع من عياده الاسنان طالع من عياده الاسنان ومبنك فمه. بسم الله وفمك. بجد يا جدعان، مره كنت طالع مع دكتور السنان تمام، فكنت بعمل حاجه هنا كده في النص، كنت واخد بنج هنا واخد بنج هنا، فانا في حاجه غريبه مش عارف النص ده كان عامل كده. انا كنت بتكلم جوه. اشرح لكم ايه بس وبقول لكم ايه بس ولا اقول لكم ايه يا اخي. كل ما تحس انك غبي تذكر اني نسخت دعاء وما قريته، ونزلت ستوري وقريته وطلع مكتوب اللهم سهل ولادتي. الخطى والدموع الشراع. يا اخوان خلاص يا عم، كلها 9 شهور ربنا يقويك. متى تحس نفسك حقير؟ اذا جاتك ضحكه واللي قدامك يبكي. انا ليه بتكلم باللغه العربيه بس؟ لا استنى. متى تحس نفسك حقير؟ اذا جاتك ضحكه واللي قدامك يبكي. دلوقتي بقى انا قلبت لبناني، اللي قدامك يبكي يقبرني خيو. مدلل البيع. متى هتحس نفسك حقير؟ اذا جاتك ضحكه واللي قدامك يبكي. انا نسيت المين بيقول لي تمام، نعيده من الاول. متى تحس نفسك حقير؟
خلاص وسخ الموضوع بجد. متى تحس ده حقير؟ اذا جاتك ضحكه واللي قدامك يبكي. والدموع السيرة. يا اخوان بس خلص الميم. شفت سهل ازاي؟ بس بجد يا جدعان، بجد بجد والله بتكلم بجد، انتوا اكيد عارفين الموضوع ده. انا لما بشوف حد قدامي بيعيط، او لما بتحط مثلا في موقف عارف انت اللي هو صعب جدا، انا لازم اقول الحقيقه عشان اطلع من الموقف ده، وانا بتكلم وبقول الحقيقه لازم اضحك. كل الناس بتتخانق وانت اللي عملت كذا، انت انا عايز اقول لهم لا مش انا اللي عملت كده، بس بقعد اضحك بقى. لا لا مش انا اللي عملت. بيبان ان انا كذاب وانا مش كذاب، انا مش كذاب. علي المايك واعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك. الاوفر سايز كله متاح. رحت عند الشاذلي هو ازاي الفار الاهبل بيبقى شايف المصيده وبرضه بيروح لها؟ يخرب بيت الغباء بجد. انا بحبك وانا كمان بحبك قوي. شت. هتيجي تتقدم لي امتى؟ انت عارفه جرام الذهب بقى بكام دلوقتي؟ مش عاوزه دهب، اعيش معاك في اوضه وهناكل كل يوم فول. انت عارفه جرام الفول بكام دلوقتي؟ ايوه بجد حقيقي. انت عارفه جرام الفول بكام دلوقتي؟ بجد عارفه جرام الفول بكام دلوقتي؟ ولا الشوفان ولع. انا من ساعه ما بدات جيم وكل حاجه ولعت. انا مش عارف، بفكر اطلع من الجيم عشان اسعار تنزل تاني. فاكر لما كنتوا بتتخانقوا مين بيحب التاني اكتر؟ شكلك كسبت الخناق. يا عم بقى يا عم بقى يا عم يا عم يا عم مربيك. لا تقتلني هيك مربيك. انا عرفت دلوقتي انت ليه ما بتتصوريش في الشمس. علشان قمر صح؟ لا عشان فتاة ليل. لو انت بتتكلمي مع صاحبتك في التليفون، انتمتك، مامتك، اختك، حماتك لا استثناء، حماتك عادي كملي دي امه، ودخل سمعتي المفاتيح ودخل من الباب فورا من غير ما يشاور لك، طيب ممكن نتكلم في وقت تاني علشان الفرعون الصغير الكبير برافو يا حوار. الفرعون الصغير الكبير ده، الفرعون الصغير الكبير ده مش عارف انا يعني ايه فرعون صغير كبير بس انا مبسوط. انا مبسوط. ايوه انا فعلا مبسوط لما حد يقول لي الفرعون الصغير الكبير. انا وبعدين انا لو دخلت البيت ولقيتها او كانت بتتكلم في التليفون بعد كده راحت قالت ايه طب سلام دلوقتي، وش 100% اكيد بتخني. وش مفيش نقاش. يعني ايه اخش طب سلام دلوقتي؟ يعني ايه سلام دلوقتي؟ يعني مش يعني ايه يعني سلام؟ يعني اسكت انت. برو انا جبت اخري بجد واكتشفت ان الفيديوهات مش هتخليني مبسوط. انا بجد اكتئبت اكتر. فشكرا جدا على انك كملت الفيديو ده تمام. واتمنى انك تكون اي حاجه محدش مهتم انك تكون ايه بصراحه. يعني درس اليوم اللي هنتعلمه ان محدش مهتم لمشاعرك زي ما انت كملت الفيديو ده وما اهتمتش مشاعر الناس زعلان. فعادي محدش يهتم بمشاعرك. تعالوا بقى انستجرام عشان مهتم بمشاعري شويه. بس يا برو توزع حاجه كيب ويل. ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. خد الجذر التربيعي للمعده. عايز اكملها